باسم يوسف قرر يخوض التجربة في الإعلان عن رأيه من جديد، ورغم كل التحذيرات اللي جات له من المقابلة مرة تانية مع بريس مورجان، لكنه خد القرار وصور اللقاء وما استناش حتى يتذاع، وكشف كواليس كتير هتصدم الكل. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. وسط الأحداث الكتير اللي بتحصل مع اخواتنا في بداية شهر أكتوبر، كان من أكتر الناس المؤثرة في رأيها وظهورها قلب السوشيال ميديا كله هو باسم يوسف. على الرغم من انه بقاله فترة طويلة بعيد عن الساحة العربية بالتحديد، لكن في موقف زي ده مقدرش يتمالك نفسه من التعبير عن الرأي وانه يقول الحق. اللقاء اللي عمله رغم انه كان مدته 40 دقيقة بس، لكنه اثبت للعالم ان مصر ولادة، والتعبير فيها عن الرأي مش اي حد يعرف يعمله. وفيديو اللقاء وقتها وصل ل 13 مليون مشاهدة في اقل من ساعة، وده رقم ما حصلش في اكبر اللقاءات العالمية. لكن الشيء اللي ما كانش متوقع ان البرنامج الغربي واللي معروف بانه بيدعم الجماعة اياهم طلب من باسم انه يظهر معاهم في لقاء تاني، على الرغم من آرائه اللي قالها خلت فضحتهم على عينك يا تاجر، وحاربهم باسلوب البروباجندا بتاعهم. علشان كده ما كانش من المتوقع خالص انهم يطلبوا استضافته، وفضل الموضوع حديث السوشيال ميديا، والناس افتكرت انه خلاص مش هيروح. لكن المفاجأة كانت انه اعلن على حسابه في انستجرام ان المقابلة اتصورت بالفعل وهتتعرض النهارده وكل العالم هيشوفها. تفتكروا فعلا باسم قدر يعلم عليهم من جديد وهنتفاجئ بحاجات كتيرة في اللقاء ده، ولا هيكون مسار الحلقة في اتجاه تاني؟